لو بتفكر تشتري في العاصمة هنعرفك 24 ميزة وعيب هتخليك تستثمر زي المحترفين حتى لو انت مبتدئ وده أول عقار تشتريه. طب ايه مميزات الشراء والاستثمار في العاصمة؟ رقم واحد، العاصمة الإدارية تعتبر أهم الوجهات الاستثمارية في مصر والشرق الأوسط. رقم اتنين، تعتبر الفرصة البديلة في عالم الاستثمار واللي هتحقق أرباح مضمونة ومرتفعة لأنها مدعومة جدا من الحكومة. رقم ثلاثة، كل الشركات العقارية اللي بتبني في العاصمة الإدارية بتخضع لإشراف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وده هيساعد على وجود استثمار منظم ومضمون. رقم أربعة، العاصمة هيكون ليها وسائل مواصلات متنوعة ومختلفة هتساهم في ربط العاصمة الإدارية بمدن كتيرة قريبة وبعيدة عنها. رقم خمسة، فيها خدمات ترفيهية كتيرة وده هيوفر عوامل الترفيه والراحة جوه العاصمة الإدارية الجديدة. رقم ستة، فيها خدمات أساسية كتيرة زي الحضانات والمدارس والجامعات الدولية والمستشفيات والمعامل والعيادات الطبية، وكل ده معمول بأعلى مستوى. رقم سبعة، العاصمة فيها معالم سياحية بارزة وجديدة هتجذب السياح من كل العالم. رقم 8، اختلاف وتنوع المشروعات اللي معمولة في العاصمة الإدارية الجديدة ما بين طبي وترفيهي وإداري وتجاري، وكمان فيها وحدات سكنية بمساحات مختلفة ومتنوعة بتناسب شريحة كبيرة من الأفراد. قبل ما نكمل المميزات والعيوب، لو محتاج نصيحة وانت بتشتري في العاصمة كلمنا أو ابعت لنا وهنساعدك تستثمر في العاصمة وانت مطمن. رقم 9، البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة متميزة جدا وخصوصا لأنها معمولة للمستقبل وبتكنولوجيا جديدة. 10، في تخطيط إن شبكة الجيل الخامس تشتغل هناك. رقم 11، قطر المونوريل واللي هيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن القديمة. رقم 12، العاصمة الإدارية الجديدة هتكون مجمع السفارات الأجنبية. 13، العاصمة الإدارية الجديدة هتبقى مقر الحكومة المصرية ومقر الحكم. رقم 14، موقع العاصمة الجغرافي واللي مخليها قريبة من الطرق الرئيسية. رقم 15، المساحة الكبيرة اللي اتعملت عليها العاصمة واللي ساهمت في توفير أكبر عدد من الخدمات والطرق، ده غير الفيوهات المتميزة. رقم 16، العاصمة فيها مطار دولي. بس قبل ما نكمل، لو محتاج نصيحة أو مساعدة في إنك تشتري في العاصمة كلمنا أو ابعت لنا وهنساعدك مجانا توصل للي يناسب ميزانيتك وتشتري وتستثمر وانت مطمن. رقم 17، العاصمة مستخدمين فيها أحدث التقنيات وعشان كده متسمية بالعاصمة الذكية. رقم 18، فيها مولدات كهربائية كتيرة وده بيضمن استمرار الخدمات والمرافق في حالة إن الكهرباء قطعت. رقم 19، تصميمات المباني. طبعا كل كوم وتصميمات المباني هناك كوم تاني خالص، فيها رقي وذوق يخليك تحس إنك سافرت بره مصر. رقم 20، النوادي الرياضية والمتاحف وغيرها من الأنشطة اللي هتوفر للزوار وقت لذيذ. طب ايه عيوب الشراء والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة؟ عيوب العاصمة الإدارية مبنية أكتر على وجهات النظر. رقم 1، في ناس انتقدت سعر الوحدات الإدارية والتجارية وشايفين إنها مبالغ فيها، وهنتكلم في فيديو تاني عن ايه اللي بيحدد سعر المتر. رقم 2، أسعار المشروعات السكنية في العاصمة الإدارية مناسبة لفئة معينة، بس ده طبيعي لأن هي هتكون مكان مميز وحاليا أقساطها معقولة. رقم 3، دلوقتي في شبكة مواصلات بس مش قوية، لكن هيتنفذ شبكة مواصلات قوية هتربط العاصمة بالمناطق البعيدة والقريبة. رقم 4، معظم المشاريع لسه تحت الإنشاء وفي ناس قلقانة من التسليم، لكن من اللي تم في خلال السنين اللي فاتت والمباني الحكومية والبنوك اللي جهزت نقدر نقول إن سرعة التطورات في العاصمة ممتازة، وفي حاجات قلناها في فيديو تاني ممكن تعملها وتخلي بالك منها في تفاصيل المطور عشان تضمن التسليم. لو عايز لينك الفيديو ده ابعت لنا في الكومنتات. وأخيرا، لو محتاج نصيحة أو مساعدة في إنك تشتري في العاصمة كلمنا او ابعت لنا وهنساعدك توصل للي يناسب ميزانيتك وتشتري وانت مطمن. ورحلتك في شراء العقارات لازم تكون مميزه زيك، واحنا بنضمن لك ده لاننا مش بس بننصحك، احنا بنستثمر معاك.